نقلت وسائل إعلام عربية وغربية غير رسمية خبر إعدام أحد أخطر الهاكرز في العالم. يتعلق الأمر بزائر من العالم الافتراضي حير العقول الإلكترونية الأكثر أهمية على الإطلاق وأصابها بالشلل، إلا أن الشاب اكتسب شهرة وتعاطفا من لدن الجماهير العربية بسبب رفضه مساعدة الكيان الصهيوني، وفضل السجن على ذلك. هي حرب إلكترونية ضروس تواجهها الولايات المتحدة وأوروبا، ويعاني منها الكيان الصهيوني بشكل خاص بعدما تم اختراق مواقع حساسة كوزارة الحرب والخارجية والتربية والبنتاغون والكنيست والمؤسسات المالية الفرنسية، وهو الأمر الذي تجندت له أجهزة الاستخبارات العالمية للقبض على أحد أهم الهاكرز ال10 المطلوبين عالميا. إنه الشاب الجزائري حمزة بن دلاج البالغ من العمر 25 سنة، لقب بقرصان شبكة الإنترنت وروبن هود زمانه، قادم من عالم افتراضي لا يؤمن بالمستحيل، كما قام بالسطو على 217 بنكا عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى العشرات من البنوك الماليزية، كما قام بهجوم إلكتروني على أكثر من 8000 موقع فرنسي وتسبب في إغلاقها. وقدرت الثروة التي حاز عليها ب3 ملايير و400 مليون دولار، وأن أضعف حصيلة للسطو كان يخرج منها حمزة ب10 ملايين دولار، وتجول في أكثر من 100 بلد في 3 سنوات، أنفق تلك الأموال على فقراء فلسطين وإفريقيا والجزائر. تم القبض عليه عام 2003، وتم ترحيله بعد ذلك إلى سجن جورجيا بالولايات المتحدة بعد 2 من اعتقاله في العاصمة التايلاندية. إلا أن السبب الحقيقي وراء شهرته والاستحسان الذي لاقاه لدى الجماهير العربية هو سر ابتسامته العريضة بعدما استنجدت به إسرائيل مقابل الإفراج عنها عام 2003، حينما تعرضت لهجوم إلكتروني شرس من طرف الهاكرز الأنونيموس الغاضبين إبان الحرب على غزة، وأغلقوا المواقع الحساسة لديها والإذاعة والتلفزيون، ونشروا مقاطع للمقاومة ورسائل للكيان الصهيوني. حينها علق حمزة ضاحكا وقال: أن أقضي كامل حياتي في السجن لهو أهون علي من أن أساعد القتل والمجرمين، مضيفا أنه لو كان طليقا لساند الفلسطينيين في هزيمة عدوهم وشارك القراصنة فرحتهم. الجرائم الإلكترونية قضية حيوية تمس الأمن القومي الأمريكي مباشرة، ومؤشراتها في صعود مستمر، وعقوبة الإعدام غير واردة في مثل هذه الجرائم بالنسبة للقانون الأمريكي. ليبقى السؤال: هل ستكتفي الولايات المتحدة بسجن الخارقين لمواقعها، أم أنها ستجري تعديلات على قانونها الخاص بالعقوبات الإلكترونية؟ غير أن الحكم النهائي على حمزة بن دلاج سيصدر خلال الأشهر القليلة القادمة. السلام عليكم. ها هو فصل آخر وربما أخير يطوى من قضية القرصان الجزائري حمزة بن دلاج، القرصان الذي حير العالم بابتسامته والأغلال في يده، وجابت صورته أرجاء المعمورة، بل ونصب في الكثير من البلدان بطلا قوميا قهر الصهاينة بقرصنته لمواقع الاحتلال الإسرائيلي. حمزة بن دلاج، أو كما أطلق عليه الأمريكيون BX1، يدان ب15 سنة سجنا في قضية عرفت في الولايات المتحدة الأمريكية بسباي آي أو العين الجاسوسة، وفي ظل حديث عن سطو حمزة بن دلاج على حسابات 117 بنكا، وحول منها ثروة تقدر ب3.4 مليار دولار. كيف بدأ حمزة بن دلاج القرصنة؟ وهل صحيح أنه كان يهاجم مواقع الاحتلال الصهيوني؟ ماذا كان هدف حمزة بن دلاج من هذه الأعمال الممنوعة قانونا؟ مشاهدينا، هي أسئلة وأخرى نطرحها في عدد جديد من نقاش على المباشر يأتيكم من الإخبارية الأولى في الجزائر. هذه المرة ضيف خاص في هذا البلاتو، وهو أحد أصدقاء حمزة بن دلاج وممن كانوا يعملون معه في القرصنة سنوات 2010-2011 في الجزائر، وأراد أن يطلق على نفسه اسم كادر، وأراد أيضا أن يخفي وجهه لأسباب خاصة. قادر، مساء الخير. مساء النور الأخ ياسر. بداية المشاهدين، قبل أن نبدأ النقاش نشاهد تصريحات شقيق حمزة بن دلاج ثم نعود.
طيب قبل أن نشاهد تصريحات شقيق حمزة بن دلاج أبدأ معك قدر. منذ متى تعرف حمزة بن دلاج؟ كيف كانت العلاقة معه؟ ماذا كان يعمل؟ هل عملتم مع بعض؟ الحقيقة صداقتي مع حمزة بن دلاج كانت في سنة 2010 يعني. في سنة 2010 تعرفنا أنا وحمزة بن دلاج بعد خروجه من مجموعة كان ينتمي إليها، هي مجموعة هاك فور يو. بعد خروجه من تلك المجموعة كان يحتاج لشخص متمكن ولو قليلا من اللغات الأجنبية، بحكم أني في سنة 2010 أبلغ من العمر 17 سنة، ولكن كنت متمكن في اللغة الفرنسية وقليل من الإنجليزية. صدقنا عن طريق الفيسبوك آنذاك، بعدين تلاقينا مرات ومرات في سكايب. كان هو يعلمني فنون القرصنة وأنا اللقن قليل من ما تعلمت من اللغات الأجنبية. أنت تعلم القرصنة، هو يعلمك القرصنة وأنت تعلم اللغات الأجنبية. اكزاكتومون. طيب هذه في سنة 2010. اكزاكتومون. كنتوا تقوموا بعملية قرصنة مع بعضكم؟ عملية القرصنة في تلك السنوات كنتوا تتعلموا، كنتوا تجربوا تمارسوا؟ جربنا عملية قرصنة طبعا بطبيعة الحال. جربنا pour pirater des cartes de crédit et aussi des comptes PayPal, comptes utilisateurs. وكيف كنتوا يعني كيف كانت العلاقة بيناتكم؟ تلتقوا فقط في غرف الانترنت حول القرصنة، تديروا خطط مع بعضكم، أم مجرد تعلم فقط وأمور خفيفة برك في الحقيقة لقاءنا أنا وحمزة بن دلاج كان منحصر على العالم الافتراضي، يعني كنا أصدقاء sur Facebook et aussi sur Skype. Les conférences sur Skype معاه ومع plusieurs d'autres hackers اللي جاوا معنا enfin. Mais le fin 2010 début 2011 حمزة يشتي l'Algérie. ولا حمزة ما يروح للخارج ما حدثكش ربما على عمليات لقرصنة بنوك، عن عمليات لقرصنة حسابات بنكية؟ هي عملية قرصنة البنوك كان تعلمها خارج الجزائر، يعني لم تكن في الجزائر، لأنه هو لما خرج من الجزائر راح لإيطاليا، انضم لفريق قراصنة إيطاليين هاك تيم إيطاليان تيم دي سوانس. هاد الأشخاص هم عبارة عن المافيا أكثر منهم قراصنة يعني. ولكن قبل ما يروح لإيطاليا ويتلاقى وينضم لفريق الهاك تيم نعم. في الجزائر ما حدثكش على ربما ما دارش عمليات قرصنة هنا في الجزائر، أو من الجزائر دار عمليات قرصنة لحسابات في أوروبا أو غيرها؟ عمليات قرصنة حمزة بن دلاج في الجزائر كانت مقتصرة على لا ريزيستانس فيرتويال، باسكو سي لا ريزيستانس فيرتويال، المقاومة الافتراضية يعني. كان البداية تاعو 2010 كانت الأزمة بين مصر والجزائر، وكانت كذلك ضرب مواقع الكيان الصهيوني، وكان كذلك ما يسمى بالربيع دون ذكر طابع الجغرافي. طبعا كان يقف ضد الامور التي قد تحدث في الجزائر جراء العالم الافتراضي، لان راينا ان يعني كان كغيره من القراصنه، كغيرهم من القراصنه الجزائريين الوطنيين. ولكن حاب نعرف كيفاش بدا هو يدخل عالم ربما الحسابات البنكيه؟ ما في الجزائر ما دخلش في هذا الشيء، ما حدثكش على ربما وجود بنوك في الجزائر ممكن يقرصنها او حاجه؟ في الجزائر كان يدير شوبينغ، يميك شوبينغ، كان يتسوق اكزاكتومون، يتسوق عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني. اكزاكتومون، المقرصنه. هذا واش كان يدير، يشري اترافير ايباي في امازون في سباي بليزيور سيت دي شوبينغ، ومن بعد يجيب هذوك يوصلوا في كوريي لالجيري لادريس تاعو للدار، ومن بعد هو يقوم بها في الجزائر. كانت عباره عن عمل يعني يقرصن يشري ومن بعد يوصلوا لالجيري ويبيعهم. كان مقتصر على هذه الامور. يعني انت تقر بانه في بداياته في الجزائر كان يقرصن بطاقات دفع الكتروني ويتسوق بها كغالبيه الهاكر الجزائريين. نعم. طيب كيفاش بدا عالم قرصنه البنوك وكيفاش خرج للخارج؟ كيفاش راح لايطاليا والتحق بهاك تيم؟ قضيه التحاقه بايطاليا ما على باليش كيفاش لحق لايطاليا، ليسونسيال لحق لايطاليا. لما لحق لايطاليا انضم لهاك تيم، باسكو كان هو هنا في الجزائر يشري دي لوجيسيال على اشخاص مبرمجين يوضعوا البرمجيات هذوك على المواقع، سواء في الدارك نت ولا في النت العادي المعروف عند كل الاشخاص.
مثل ماذا؟ مثل ماذا برامج؟ برامج مثل زايس فور اكزامبل. زايس هو البرنامج الذي كان يستخدمه حمزه بن دلاش في قرصنه البنوك، داتا سنترز اوف بانك، يعني يوتيليزي زايس. يعني زايس هذا مثل القناص، قصف عشوائي، يعني يضرب هاك يضرب هاك يضرب هاك. مي هو ان جور ما دي جو ديتروير بيان بي باريبا. قال لك على اسم بنك بي ام بي باريبا هو بيان بي اللي باريبا جو ديتروير لو سيرفور دو بيان بي باريبا. قالها لك لك انت. نعم. طيب ما قال لما راح ما تواصلتش معاه وقال لك ارواح او ما حكالكمش على روحه، ما حكالكمش على حالته؟ نعم. طيب بعدها كيف انضم الى المافيا الايطاليه، وبعدها كيف مشى لعمليه قصر حسابات بنكيه حسب ما يقال من طرف السلطات الامريكيه؟ حمزه بن دلاس كان ضحيه المافيا الايطاليه، يعني تلاعبوا به بطريقه او باخرى. يعني هم جابوه وخدموا به. كيفاش نخدموا به؟ يجيبوك انت مثلا اليسار العربي تخدم معنا تقصن، احنا نستفادوا وانت تستفاد، ولكن نكون انا المستفيد الاكبر من عمليه القصن التي تقوم بها. يعني حمزه بن دلاس حتى الهويات المزوره التي كان يسافر بها عبر بلدان العالم، لا يمكن لاي شخص عادي ان يزور ان باسبور، جواز سفر ولا فيزا، الا اذا كانت وراءه مافيا. لما تكون وراءك مافيا تقدر تفعل كل الامور. هو بحكم صغر سنه انذاك، بحكم الثقافه اللي كانت غائبه عليه من وراء الشيء اللي راه رايح ليه، خلاته يسقط في هذيك الامور. يعني هو ضحيه؟ هو ضحيه. ضحيه المافيا الايطاليه. ضحيه للمافيا الايطاليه. وما فيش ربما ناس اخرين من القراصنه يكونوا ايضا لهم دخل في القضيه هذه من العرب او من اماكن اخرى؟ من العرب لا يمكن، لان القراصنه العرب رغم القوميه العربيه الموجوده، يعني كل واحد في بلاده، يعني الجزائري والاخر المغربي والاخر التونسي والاخر المصري والاخر اللبناني والسعودي، الا ان القراصنه العرب يتحدون على فكره واحده وتحت مسمى واحد. اذا سقط شخص منهم، يعني لو كان نسقط انا مثلا، او يسقط داكس مثلا، او يسقط انجكتور مثلا، كل القراصنه العرب راح يتحدوا من اجل هذا القرصان. يعني لا يمكن ان يكون قرصان عربي سيسقط حمزه بن دلاش في ايدي المافيا الايطاليه. طيب حمزه بن دلاش تم القاء القبض عليه في بانكوك، تعتقد بانه تم القاء القبض عليه بعد تحريات وبعد كما يقال تتبع من طرف الانتربول، ام ان هناك ربما امر اخر؟ وحمزه بن دلاج كان متابع من طرف الانتربول طبعا، بحكم انك تقرصن حسابات اشخاص، لاموال، لاقتصاد، اوتوماتيكمون تتابع من طرف الانتربول. ما راح تخليك تروح هباء منثورا هدي وروح هاو تما شربوها، لا لا، راح تتابعك. حمزه بن دلاج توبع من طرف الانتربول، ولكن السيستم اللي داروا ان روسيان، واحد روسي، وحمزه بن دلاج دخل فيه كمشارك فقط. يعني ما هو السيستم هذا؟ ما هو النظام؟ سباي. سباي اي. سباي اي اللي يتكلموا عليه السلطات الامريكيه. اكزاكتومون. هذا الروسي هو من اخترع هذا النظام؟ اكزاكتومون. سبريدنج، يعني سبريدنج، يعني الانتشار. الانتشار اكزاكتومون. نعم. صار لها كيما هو فيروس؟ هو عباره عن فيروس ينتقل من الحواسيب للفلاش ديسك، اس بي، بارتو. انا نعطي لك مثلا اس بي دركا، تحطه في بي سي، ومن بعد يجي واحد اخر ومن بعد يحطه في بي سي، ينتشر على مستوى الانترنت وعلى مستوى الانترنت. هذا النظام سباي اي من الذي طوره؟ الروسي. وحمزه بن دلاش كان معاه؟ كان مجرد مشارك في العمليه بطريقه او باخرى. يعني هو لم يكن هو المبرمج الاساسي لهذه البرمجيه، كان مجرد مشارك. والروسي هو اللي قام بانشاء تلك البرمجيه. طيب يعني 217 بنك حساب من بنك و3.7 مليار دولار قيمه المسروقات حسب السلطات الامريكيه، تعتقد بانها ربما صحيح حمزه بن دلاش قام بهذا الامر؟ من سابع المستحيلات ان تكون صحيحه. لماذا؟ لا يمكن لهاكر واحد او لمجموعه هاكر، لهاكر العالم كامل، انهم يجيبوا 3,4 مليار دولار. سي امبوسيبل. Ce serait jamais possible. Pourquoi؟ انت درك لما تجيب 3,4 مليار دولار، هو اقتصاد دوله، والصومال ما دخلش 3,4 مليار دولار.
المديونيه الجزائريه في 1999 وربما كانت 8 مليار دولار او 10 مليار دولار، ما على باليش شحال، وما خلصناهاش حتى 99 خلصناها. انت ايراد عن شاب هكا ديال 3.4 مليار دولار. هناك تضخيم، هناك مبالغه، هناك مبالغه في الرقم. يعني كان كبش فداء جعلت منه امريكا عبره لكل القراصنه حتى يعتبروا. يعني هذه الرساله اللي حبت امريكا توصلها لكل العرب القراصنه، لان ضرب اسرائيل في كل سنه يوم 7 من افريل اصبح عاده. كل الاشخاص ينتظرون 7 من افريل لضرب اسرائيل، حتى اسرائيل تحصن نفسها ليوم 7 من افريل ومواقعها كذلك. يعني امريكا تقول للعرب شدوا بلايصكم ريحوا ترونكيل. صحيح ما يقال بان الهاكر لما يتم القاء القبض عليه في امريكا يتم استخدامه؟ صحيح يتم استخدامه، ولكن الهاكر الذي يتم استخدامه هو ذلك الهاكر الذي يبرمج، هو ذلك الهاكر الذي يجيد ايجاد الثغرات، هو ذلك الهاكر الذي له إلمام تام بما يسمى الانترنت وبما يسمى الاخطاء البشريه داخل البرمجيات. لان الاله هي اله لا تخطئ، الانسان هو الذي يبرمج الاله، يعني الانسان هو الذي قادر يوجد الخطا في الانجينيرينغ. إذا تعتقد ان حمزه اخطا ولذلك تم القاء القبض عليه؟ اكزاكتومون. لانه الهاكر ربما الذي يترك وراءه ربما لتراس كما يقولوا، يترك وراءه الادله، ربما هو ليس بهاكر او هو مبتدئ او هو ربما، مع انه اصبح في العالم العربي اصبح اسمه مشهور واصبح طبعا. نعم. كما قلت لك حمزه بن دلاج خلى هو اكتشف ثغرات بطبيعه الحال ككل هاكر، ولكن خلى ديتراش جو سي با كومون دير ديتراس، يعني خلى ادله يعطيك الصحه، خلى ادله من وراء ما فعل وما ادى بالانتربول الى اكتشافه. طيب لكن يبقى حمزه بن دلاج شخص قام بهذه الامور من اجل اولا المصلحه العليا مش للبلاد، المصلحه العليا للمسلمين كافه. قام بهذا الشيء لانه لو كان يقوم بالمصلحه العليا للبلاد كان يبقى في البلاد، لانه لو ما غادرش الجزائر ما كانش واحد راح يشده ولا تجي الانتربول تروح تديه منه، مستحيل مستحيل انها تجي وتديهم الجزائر. طيب سؤال اخير، علاش كان يدير في هذا الشيء هو على باله بلي مخاطره؟ بصراحه تكلم بصراحه، ماذا كان الهدف تاعو؟ هل كان عنده هدف او ما عندوش هدف اصلا؟ بصراحه الاخ ياسر انا اسميه له وعد. كان يلعب، لم يكن له لا هدف ولا هم يحزنون. حمزه بن دلاج شاب جزائري تعلم فنون القرصنه، تعلم ما هي القرصنه، ولكن غرر به من طرف قراصنه اخرين يسوقونه في مجال القرصنه بكثير. غرر به من طرف قراصنه اخرين. طيب هناك الكثير يتساءل عن سر الابتسامه التي تم ربما الأغلال في يده وهو يبتسم. لماذا تلك الابتسامة؟ ربما أنت تربط بها علاقة سابقة. تعرف الابتسامة هي ذلك هذا الشبل من ذاك الأسد. من هو الأسد؟ الابتسامة التي نراها في الصورة التي تظهر الآن لحمزة بن دلاج هي نفس ابتسامة العبد بن مهيدي لما كان مع الجنديين الفرنسيين إبان الاستعمار الفرنسي. هل صحيح حمزة بن دلاج ساعد الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ صحيح؟ مش معلومات ربما إشاعات أو كلام هذا القبيل؟ هذه ما فيهاش إشاعات. طيب الكثير من الشباب الآن يشاهدونك على المباشر في نقاش على المباشر، الكثير من المراهقين الذين يحبون عالم الإنترنت ويحبون الدارك نت، الجانب المظلم في الإنترنت، هل تعتقد بأن الطريق الغير قانونية موصلة لهم، أو ربما طريق ربما على باليش أنا حمزة بن دلاج هو الآن 15 سنة في السجن في أمريكا مش حتى في بلاده. نصيحة للشباب الجزائري وللأطفال الجزائريين، لأن لما تدخل مجال القرصنة تدخل كطفل لا يدري ما يفعل. وهو كذلك يجب عن غياب الرقابة الأبوية. الأطفال لما يكونوا أمام الكمبيوتر أو أمام نصيحة نوجهها للأطفال الجزائريين وللشباب الجزائريين عامة باجتناب الأمور التي تؤدي إلى أن تبكي عليك أمك. شكرا جزيلا لك. كان من أصدقاء حمزة بن دلاج في نقاش على المباشر. مشاهدينا، أذان صلاة المغرب وبعدها الملف الثاني في نقاش على المباشر.